كابتن احمد شوبير فتح قضيه احمد رفعت تاني وقال ان هو ملوش علاقه، والناس اللي اتهمته بالكلام ده الكلام ده كان باطل، وانا بعتب على زملائي اللي جابوا سيرتي في الموضوع ده. قبل اي حاجه احمد رفعت مش ناسينه، ده في قلوبنا وهنفضل فاكرينه. انا عايز اقول لك بس يا كابتن شوبير، انا ماليش دعوه انت ليك دعوه ولا مالكش دعوه. هو طلع قال ان هو انا ماليش صله نهائي، وانا كنت في الوقت ده خارج فيوتشر، واي اعلامي شاور عليا ومش عارف ايه ده، انا مش مسامحه. وكمان قال ان احمد رفعت طلع وما جابش سيرتي لا من قريب ولا من بعيد. انا ماليش دعوه، انت ليك دعوه مالكش دعوه. انا اي مسؤول او اي شخص له علاقه بموضوع احمد رفعت حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وربنا هيردهوله. لو مش في الدنيا هيبقى في الاخره. الحاجات ديت ما بتتنسيش، لان ربنا هو اللي بيحاسب مش اشخاص، مش انا اللي اجي احاسبك. في تفاوتات بيننا وبين بعض، وفي تجاوزات، وفي مصالح شخصيه، والدنيا خربانه، ولكن ربنا اللي فوق العباد هو اللي هيجيب للراجل ده حقه، لان حقه لسه ما جاش. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الكابتن احمد شوبير، لو انت مالكش بالموضوع ما عنديش مشكله، يبقى انت راجل محترم على دماغي. لو انت ليك في الموضوع واحنا ما نعرفش، يبقى حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاجه. انا مش هقدر اوجه لك اتهام، انا بس الناس اللي بتقول لك قصه الفيديو انت جبت سيره احمد رفعت قبل كده وقال ان هو بياخد منشطات، فحطيت نفسك في موضع شبهه. ولكن لو انت مالكش دعوه واحنا قلنا كده، ربنا يسامحنا، وانت يا عم ربنا يسامحك ويسهل لك، وانت تبقى شخصيه محترمه. لو ليك علاقه بالموضوع برده، ما حدش يعرف الموضوع ده غير ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي هيحاسب الجميع. واي حد متورط في الموضوع بتاع احمد رفعت حسبي الله ونعم الوكيل فيه. واتمنى ان انتم ما تفتحوش الموضوع ده تاني. طالما كتمتوا عليه وما عرفناش مين السبب، يبقى ما تفتحوش الموضوع ده تاني عشان ما توجعوش قلوبنا. القاعده الثابته لجماهير الكره المصريه، احمد رفعت في قلوبنا، ده دخل قلوب قلب يا جدع. ده ما فيش حد في ناس كبيره ما بتشجعش كوره ولا لها علاقه بالكوره ولا تعرف مين لاعيبه الكوره اصلا، سواء في الاهلي او في الزمالك، شافت صورته بس كده دخل قلوبهم. في شيء لله، فربنا يسترها عليه وان شاء الله في الجنه، وحسبي الله ونعم الوكيل من اي حد اتورط في الموضوع ده.